سلام خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيت نطلع عليكم بهذه الوصفه، وصفه تاع السفه. طعام بالمكسرات والعسل والسكري غلاس، يعني كل واحد والطريقه تاع التقديم تاعو وكيفاش يحب ياكلها. وصفه سهله بسيطه، برك فيها شويه تغييرات اللي نقدروا نستعملوهم في كاش مناسبه، مثلا في الاعراس. دوكا ولاو يديروها في الاعراس بزاف، وكاين اللي ما يعرفوهاش ممكن تحطيها لهم يقولك شنو هذه، ما يحبوش ميم با كما نقولوا ما يكلفوش خاطرهم ميم با باش يذوقوها. انا صراحه كليتها في عرس عندها مده، صافي كما نقولوا واحد 7 سنين ولا 8. كانت ماشي معروفه بزاف، قليل اللي كان يديرها هذاك الوقت. صراحه ملتم وانا نديرها تقريبا كل شهر 15 يوم، 20 يوم نديرها، بصح ما نديرهاش كما نقولوا مكلفه، نديرها شويه سامبل بصح بنينه، يعني كيما كليتها الخطره الاولى. هنا البنات عندنا طعام، انا استعملت طعام تاع الباكي متوسط، نتوما استعملوا لا عندكم تاع الميزان ولا تاع الدار اللي مفتول في الدار يكون رقيق احسن. هنا غسلت الطعام تاعي عادي كيما نغسلوه زمان، الطريقه التقليديه، نغسلوه نخلوه نشلوه مليح، نخلوه يقطر في الكسكاس مليح، كي يبدا ينشف ويتندى مليح نديروه في الجفنه ونديرلو شويه زيت كيما راكم تشوفوا. كاين دوكا اللي ولاو يشمخوه يحكوه بيديهم، يشمخوه يحكوه بيدهم، شويه زيت شويه ملح ويديروه يفور. انا جو بريفير طريقه يعني تاع زمان اللي تربينا عليها. هنا ندخلوا الزيت هذاك مليح ونحاول نفتحوا كيما نقولوا، يكون كامل على حبه، ما يكونش هذاك كيما نقولوا هنا الحبات مبركسين. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا نبدا نحك مليح ونخلي الزيت يدخل كامل فيه. هنا كاين اللي يضيف له الملح مع الاول، انا ما نديرش مع الاول حتى يفور التفويره الاولى. قلت لكم من الاحسن اللي عنده طعام رقيق هو اللي يجيب مليح في السفه، يعني يكون يزلق وحده وحده، سورتو الا كان تاع الدار ومفتول، يعني هذاك الابيض يجي شباب. فوالا نبقى نفتح هكا الحبات تاوعي كامل حتى ندخلهم الزيت، ومن بعد القدره والكسكاس بيان سور راهم يفوروا. التفويره الاولى هما غير يبدا يخرج الفوار ديالو، نحسبوا 5 دقائق هكذاك ولا، ونحيوه ونحطوه ديريكتومون في الجفنه تاعنا ونبداو نشربوا فيه كيما راني ندير دوكا. هنا درت له الملح بس قلت لكم ما نديرش مع الاول، وندير ونبدا نرش الطعام، نبدا نرش له الطعام، نرش مليح، نرش له الماء، عفوا الماء عادي ماشي سخون، ماشي كما نقولوا حنا نورمال. هنا بعد ما رشيت له الماء نحلو مليح بالفرشيطه ولا بمغرفه ولا، ونبدا نحرك فيه حتى نشوف باللي خلاص يعني راهو واجد وماهوش ناشف، ونبقاو نضيفوا له الماء بشويه تدريجيا حتى نشوف باللي خلاص. ما نكثروش الماء باش ما يجيناش معجن، وما نشحوش الماء باش ما يجيش يابس، باسكو الطعام لازم يكون شويه شامخ. فوالا نبقى نحرك فيه هكا، نفتح فيه مليح مليح بالفرشيطه، فوالا حتى نشوف باللي يعني خلاص. هنا درت له مرس وزبده، انا هنا استعملت يعني زبده الحره، ماذا بيك تكون حاجه بنينه كما نقولوا نديروها على قانيها، نبداوها بالبنين ونكملوها بالبنين. هنا فوالا راني نحك فيه كامل، نفتح فيه عفوا راهو سخون، ما نقدرش نستعمل يدي، نخليه حتى يبرد شويه، نخليه يتشرب الماء هذا كامل مع هذاك الملح، ومن بعد نعاودو نفوروه التفويره الثانيه. كاين اللي يعاود يفورو ويرشو، وكاين اللي يفور التفويره الثانيه وخلاص، يعني 3 تفويرات كل واحد كيفاش يحب وكيفاش متعود. فوالا هنا بعد ما شرب الماء ودخلوا الملح وهذاك الماء كامل تشربوا مع هذيك الزبده، نعاودو نفوروه المره الثانيه. بصح كي نفوروه المره الثانيه ما نعاودش ندير له الماء، يعني نفوروه وخلاص، ومن بعد نبدا كما نقولوا نزين فيه. فوالا شوفوا هنا كيفاش راهو، هاوليك الطري، ريحه الزبده هذيك ما شاء الله خفيف، فوالا وراهو شامخ يعني الله الله. فوالا دونك هنا نحطوه في الكسكاس ونخليه يفور المره الثانيه، ومن بعد نطفيو عليه. فوالا هنا نفور بالكسكاس باسكو هنا الطعام يتضاعف الحجم تاعو كي نشمخوه ونفوروه، ماشي كيما المره الاولى، نص نفورو مع الاول ونص نفورو المره الثانيه. يعني نشوف الماء ديالي بدا يغلي، نحط الكسكاس يفور، ومن بعد غير يفور قلت لكم تحبوا تغطيوه باش يبقى طري، تحبوا تخلوه يعني يفور هكذاك غير تشوفوه فار مليح، احسبوا 5 دقائق 6 دقائق هكاك، حتى تحبوا حتى 10 دقائق، ومن بعد نحوه ما تخلوش يطول باش ما يتعجنش.
ومن بعد نحوه فرغوه في الجفنه ديراكتومون وهو سخون. هنا وهو سخون راح نضيفوا له الزبده. انا هنا درت 2 انواع تاع الزبده، درت زبده حره بنينه ودرت زبده بنينه عليها اللي هي زبده هولنديه. هنا شيتها بالميزان وهذيك كانت عندي من قبل، يعني الاولى كانت عندي من قبل. ريحتهم في زوج ما شاء الله، يعني حتى كي تاكلهم غير في الخبز بزاف بنان. فوالا هنا نحركهم مليح هذاك يعني الطعم وهو سخون، نخلطو مليح مع الزبده حتى تذوب كامل. هنا واش عندي الزبيب فورته هو الاولاني كامل، يعني هنا راهو بارد تماما، شللته 2 تشليلات، فورته مع قرصه تاع الملح، ما كترتلوش، غطيته بساشي بيض وطبسيه، خليته فار مليح طرا وانا نحيته وهاني خلطته هنا مع الطعام. هنا واش عندي، هنا الطعام تاعي قسمته على 2، نص خليته في الكسكاس بالزبيب برك، والنص اني ندير له هنا مكسرات. هنا مكسرات عندي مرحيين مخلطين ما بين جوز لوز، يعني واش بقى لي من حلويات العيد كنت مخبيتهم، درت منهم شويه. هنا نخلط فيهم كامل، يعني حتى نشوفهم دخلوا يعني تخلطوا كامل مع الطعام. هنا طريقه تاع التقديم وتاع التزيين وتاع واش تحبوا ديروه هذيك تولي ليكم، يعني كل واحد واش يحب. هنا راح ندير كما نقولوا 2 انواع، يعني 2 تزيينات مختلفه. التزيين الاولاني راح نديرو انا في هذا الطبسي. انا هاد الطبسي ولا غير غادني باسكو درت فيه 2 فناجل تاع القهوه كحله سخونين، خلاو ليه هذوك لي تخاص. فينالمون هو تاع الشباح برك ماشي تاع حاجه سخونه. من هذاك النهار ما زدتش استعملته. فوالا هنا بعد ما حطيت هذاك الطعام اني درت له هنا بعد الجوز، حبيت تاع الجوز يكونوا كاملين من الاحسن، يعني تكون الحبه كامله، ما يكونوش كيما نقولوا منصفين. نستفوهم هكا حبه قدام خدها باش يكون الطبسي تاعنا شباب وبريزونطابل. طريقة التقديم قلت لكم كل واحد كيفاش يحب يزين. وهاد السفة معروفة في المناسبات، قلت لكم في الأعراس في الحفلات، دوكا ولاو ما يديروها في المهيبة، في 27 كي تكون كاش ختانة، يعني كاين اللي ولاو يعرفوا لها ماشي كيما كانوا كامل، وكل واحد يتبع كيما نقولوا حنا الولاية تاعو. فوالا هنا نديروا الحبات تاع اللوز كيما راكم تشوفوا هكذا، ومن بعد تحبوا ترشوا شويه سكري كلاص، تحبوا يعني كيما حبيتوا. فوالا هاوليك هنا خليته شويه سامبل، وهذا درتوه في المول تاع المسكوتو صغير نفرغو، يعني قد ما يدخلوه في المول راح يشد روحو مليح خير وخير. انا مع الوقت ماشي مع الوقت يعني شويه هكا بدا يتشقق لي منه من مع فينالمون يعني يشد روحو. هنا عندي لوز ايفيلي كنت حمصته غير في الكسرونه، يعني غير شويه فوق الفرن، ونديرو هكا لو تور كامل من الفوق، يعني الوجه ديالو من الفوق. نفرغوه كامل هكذا من الفوق، نشبحوه، يعني نديرو تزيين مختلف على التزيين الاول. فوالا هكذا، وانتم كل واحد كيفاش يزين صح كامل في الطريقه وفي الوصفه، وكل واحد يحب يدير الوصفه اللي يعتمدها جوستومون غير بوغ ديكور. هنا واش درت يا البنات، درت هذاك العسل الحر في الكاس، درته في الفنجان في الوسط، رشيت شويه بعد المكسرات بعد الجوز، رشيت شويه سكري كلاص، درت هذاك سوريز من الفوق باش نكاسيو لا كولور. عندي شويه حلوه الترك تحبوا ترافقوها معاه كيما حبيتوا. هنا رشيت شويه سكري كلاص شويه جوز هكا رشيته كيما نقولوا حنا في لي كوتي. العسل الحر هاوليك دفيته شويه باش نطلق باسكو يكون جامد. هنا حلوه الترك تاني شبحت بيها، ونقدموه مع الدلاع مع اللبن مع الرايب، يعني كل واحد ولو شوا ديالو، كل واحد و كيفاش يحب ياكل. فوالا يا البنات هذا هو لا فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله كنت خفيفه عليكم ولا فيديو تاع اليوم عجبكم ونال رضاكم. ما تنسونيش بالجيم والكومنتير، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله مع وصفات جديده. فوالا هاوليك العسل هنا شوفوا كيفاش راهو. هنا تحبوا ترشوا غير انا ولا غير شوفوا نحب ناكلو بالسكر تاع القهوه، ما نحب ناكل لا بالعسل لا بسكري كلاص، جو بريفير السكر عادي وانا كليت به. ونقول لكم بقاو على خير لوصفه اخرى ان شاء الله.